واوظف نفسي في الحاجه اللي انا بحبها، وازاي اقدر ان انا ابدا من جديد بعد كل نهايه او انكسار يحصل لي، حتى لو انا مضطره اكمل كمجال حتى دراسي في الحاجه دي، ازاي ان انا اطور من نفسي فيه، ازاي ان انا اوظف علم الطاقه في ان انا اقدر احل مشاكلي اقدر ابدا من جديد دايما. ما يكونش عندي نقطه توقف ستوب، يعني لا، اقدر ان انا ادي واكمل وابقى احسن من الاول كمان. ايه رايك يا كريم؟ رأيي طبعا انه بشكل عام ازاي تقدر تكون افضل نسخة من نفسك. تعالى كده نرجع بالزمن لورا شوية، راجع ذكرياتك وشوف انت افضل وقت كنت فيه في افضل حياتك، من ناحية ان انت كنت مبسوط وكنت بتعمل حاجة ناجحة وحققت اعلى نجاح ممكن خلال الفترة اللي فاتت. ادرس العوامل اللي كانت موجودة حواليك في ساعتها، هتلاقي انه مثلا كان متوفر ان العامل النفسي بسلام وامان، وده اهم شيء طبعا، بجانب العامل الاجتماعي، او مثلا بجانب ان انت يعني من ناحية العامل الاجتماعي ده ان انت تكون مستقر، ومن جهة اخرى ان انت مهيئ نفسك لده ومهيئ كل الظروف اللي تقدر تشتغل فيها. طيب غير كده او كده، ان احنا لازم نهتم جدا بالحته اللي احنا ذكرناها في الاول، العامل النفسي، لان العامل النفسي هو مبني عليه كل شيء. لو انت هيأت الظروف المعينه اللي بتعرف تخليك تخش جوه مود الشغل او جوه الطريق اللي انت عاوز توصل له، بتعرف تعمله باحسن شكل. يعني مثلا في بعض الناس تقول لك انا ما اعرفش اذاكر من غير ما اسمع اغاني، ما اعرفش. في ناس تانية تقول لك انا لازم فنجان القهوة. دي طقوس وعادات بسيطة جدا بنستخدمها، هو احنا نقدر نعمل كده من غيرها، بس هو للأسف احنا عودنا نفسنا على العادات دي، هيئنا ان المخ خلاص مش هيشتغل في الحتة دي غير لما تكون فنجان القهوة هنا والسماعة في ودني واغنية معينة. بس للأسف ده مش دايما بيدخلني في المود الصحيح، لانه مثلا هتلاقي نفسك شغلت اغنية قد تكون حزينة شوية، فدخلت في مود تاني وقصة تانية وعايش في خيالات، تحس بقى ان انت دخلت جوه قصة حقيقية. ودي طبعا بتبقى يعني اللي بيقوم بالدور الوظيفي دوت بتبقى حاجة اسمها الذاكرة الكذابة. الذاكرة الكذابة دي اللي هي بتحطك جوه قصة بكل احداثها بكل تفاصيلها، تخليك تصدقها وانت اصلا ولا عشتها ولا شفتها. دي اول نقطة عاوزين نتكلم فيها، والنقطة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ لانه في ناس كتير جدا بتسيب مجالها وبتشتغل في مجال تاني. صح ولا ايه يا سارة؟ ايوه صح طبعا يا كريم. وده مش حاجه غلط، يعني ان احنا نسيب مجالنا ونشتغل في مجال تاني ده مش حاجه غلط.